مساء الخير عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير مهنيين في حياتكم. جبت لكم وصفه الكسره التقليديه الجزائريه 100%، لكن هذه المره جبتها لكم بالصلصه الطماطم اللي تكون فيها الحاج والمحاجب، يعني البنه تاعها يعني في عوض ما نديروا المحاجب السخانه والزيوتات ولا هذه الطريقه سهله ودولتنا كامل يحبوها، يعني الخرجات العائليه ولا يعني بزاف بنينه. فوالا حتى لاصوص ما حبيتش نزيد فيها لا فيونداشي لا فروماج لا والو لا طون، حبيت نخليها بالذوق التقليدي تاع المحاجب. نبداو على بركه الله. عندنا 4 كيلات سميد رطب، يعني بالبول هذا اللي عبرت. عندنا كاس تاع فارينه باش تعطينا قوام مطاطي. عندنا خميره تاع الخبز. عندنا يعني كل بول درت له مغرف صغيره تاع ملح كما كنتوا تشوفوا. الخميره درت تقريبا واحد المغرف ماشي معمره، يعني برك باش تعطينا خفه في العجينه تاعنا. يعني دوك تشوفوا المقادير قدامكم. درت مغرف صغيره تاع خميره الحلويات ولا مغرف كبيره ماشي معمره، يعني نص مغرف برك. هنا الزيت انا كيلت في الكيله اللي كيلت بها السميد، درت نص الكيله خليط بين زيت وزيت زيتون، يعني باش كاين بزاف ما يحبوش ريحه زيت زيتون قاصحه، ولا درت خليط بيناتهم. دوكا نبداو نبسو في هذاك السميد الخليط اللي وجدناه، نبسوه بين الايادي، يعني نبسوه حتى تولي حبه بحبه. يعني هذيك الطريقه كامل تعرفوها يعني حاجه باينه. يعني صدقوني هذه الكسره هذه حتجيكم خفيفه، تجيكم يعني سخط الخرجات العائليه ولا يعني بزاف بنينه. يعني حاجه سريعه تحضر في وقفه كما نقولوا، وما كاش كيما الماكله التقليديه، يعني حاجه بزاف بنيناكم تعرفوا الحاجه كي تكون في الدار وحاجه نقيه تعرفوا واش راكم طيبتوا واش درتوا فيها كامل. هنا درت مغرف تاع السكر صغيره، يعني باش تعطينا احمرار، وراكم تعرفوا يتفاعل مع خميره مع خميره الخبز باش تتفاعل خميره الخبز فوالا، وتعطينا احمرار كما قلت لكم للكسره. هنا نقعدوا ندفوا، يعني دفينا الماء فوق النار، درنا ماء دافي ماشي سخون بزاف، ونقعدوا نجمعوه في الخليط تاعنا. يعني حاولوا في الاول ما تشمخوش بزاف، ومن بعد توليو يجيكم الاستيكي ويجيكم يابس. نتوما خلوه متماسك هكا وقعدوا تشمخوه فيه غير بشويه بلا ما تعجنوا ثم غير لموا برك. هذا ما كان لموا برك مع الاخر كامل كي تلموها مليح عركوها كيما رانا نديروا هكذا، يعني بزوج يدين ونحكوا فيهم هكذا ونقطعوا فيهم باش هكذا ما تجيكمش بزاف مشمخه بعد تجيكم يابسه. خلوها هكذا يعني قسمه تلم برك. هذا ما كان كي تتلم باش نعجنوها شويه، يعني كلش واضح قدامكم، يعني هكذاك وما نعجنوهاش بزاف كما قلت لكم، يعني غير باش تتلم. ولما نخلوها تختمر وترتاح هذاك الوقت نصيبوها ارتاحت وطرات يعني طرات العجينه تاعنا. كي نخلوها تخمر وترتاح كي نعاودو نولوا ليها نقدروا نعجنوها شويه نصيبوها رطابت شويه. فوالا هنا نحيتها درتها داخل كيس بلاستيكي، من الاحسن ما تغطوها، يعني ديروها داخل كيس بلاستيكي احسن. هكذا لو طون توجدوا الصلصه تاعكم حتصيبوها انطلقت لاباط. يعني شوفوا هنا النتيجه تاعها كيفاش ما شاء الله جات، الله يبارك. ما عجناهاش كامل بزاف، يعني برك كي طرات نقدروا نصيبوها رطبه. هنا نديروا لي بول هكا، يعني دارت لي تقريبا واحد 14 خبزه، يعني كلش واضح قدامكم. ما حبيتش نحي المقاطع باش تعرفوا كلش الكميه ديش حتخرج لكم. كاين بزاف يديروا المقادير وبعد ما يعرفوش حتخرج الكميه ولا هكا، باش كلش واضح قدامكم. يعني نحاول نسرع على فيديو لكن نخلي لكم كامل المقاطع. وطبيعه الحال اذا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات ماذا بكم تخلوا لنا تعليقاتكم باش نزيدكم وصفات اكثر واكثر ان شاء الله. كيما التيك توك انا عندي بزاف ما طلعتش في التيك توك وحطيت وصفات، يعني كاين طلب لكن ماشي بزاف. يعني كيما شفت ما كاش تفاعل وليت نحط وصفاتي على اليوتيوب، يعني دوكا وين نصيب التفاعل اكثر حنحط الوصفات. راكم تعرفوا الوصفات تاع شيف هالة دائما فيهم صدق ومصداقيه ووصفات ناجحه 100%. خاصه نجيب لكم وصفات سهله وبسيطه، ونحول حتى الوصفات الصعبه نحب نبسطها لكم باش هكا تنجحوا فيها. يعني اي ربة بيت يعني تقدر تطبق الوصفات وتنجح فيها. فوالا هنا كيما نقولوا نقرصوا فيهم. عندنا 14 خبزه هكذا جاتنا كيما كنتم تشوفوا.
يعني بعد ما نوجدهم هكذا حنزيد نغطيهم ونخليهم يرتاحوا باش كي نحلهم يعطيني الطوع، يعني ما يبقاش الاستيكي ما يعاودش يولي. نقرصوهم نغطوهم ونخليهم يرتاحوا شويه باش كيما قلت لكم كي نحلهم يتحلوا عادي. هكذا نغطوهم كيما شفتوا. هنا نرجع لصلصه الطماطم اللي كنت قطعت الطماطم، قطعت حبه بصل، وثاني درت شويه معدنوس هذه من عندي زدتها، زوج سنات تاع الثوم، وزدت لها فلفل اكحل، فلفل اسود كيما نقولوا في الكحل، زدت لها العكري ثاني فلفل العكري، وهنا درت لها الزعتره ولا الاعشاب العطريه، هنا زيت زيتون ثاني. علاش ما نديروش زيت زيتون في الاول؟ باش تبقى الماده تاعو يعني كما نقولوا ما يتحرقوش المواد تاعو اللي فيه الفوائد اللي فيه. مع الاول درت شويه زيت بطبيعه الحال باش طابت، وشويه ملح. كي طابوا كامل كيما شفتوني رحيتهم وزدت لهم زيت زيتون وزعتره ولا اعشاب عطريه. هنا انا نحلو في لاباط تاعنا تكون زادت ارتاحت بعد ما قرصناهم هكذاك، نحاولوا نعطوها الشكل دائري. يعني درنا لاصوص طوماط غير في النص تاعها. كما قلت لكم الصلصه ما حبيت ندخل لي فرماج، ما حبيت ندخل فيها اللحوم، لا فيها طون فيها والو، فيها غير كما كنت تشوفوا الصلصه كيما تاع المحاجب، يعني تشبه تاع المحاجب، يعني كي تاكلوها يجيكم الكو كيما المحاجب هكذاك يعني، ويجيكم يعني. هنا يعني درت زوج مغارف هكذاك تاع صلصه طماطم هكذا في الحشو تاعنا. هنا نطيب فيهم في الطاجين كان سخن ديجا، نطيبوا بزوج خبزات. يعني شوفوا ما شاء الله كيفاش طاب، الله يبارك، يعني ما شاء الله. يعني الريحه في البيت ولات ريحه الكسره، يعني ما كاش كيما حاجه تقليديه يعني صح. نطيبوا هكذا انت فكي تلف ليها كامل نديروا حاجات تقليديه، يعني هذو الخرجات العائليه ولا كيما قلت لكم شهيه طيبه.